مساء الخير. هنعمل النهاردة مع بعض عجينة البروفيترول. طبعا من الوصفات الحلوة جدا جدا. لو حد مش بيحب الحلويات قوي او الحاجات المسكرة قوي، هي ما هتكونش مسكرة قوي، هي طبعا مسكرة لكن السكر بتاعها معتدل وطعمها تحفة جدا جدا جدا. وممكن كمان نعملها في المناسبات، هتبقى حلوة جدا جدا. هنا هنجيب الحلة بتاعتنا، نحط فيها قالب من الزبدة حوالي 115 ل 120 جرام. هننزل عليه كمان بنص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية ومعلقة صغيرة من السكر ورشة كده او ربع معلقة صغيرة من الملح، ونزلنا عليهم بكوباية من الدقيق ونقلب بقى حلو جدا جدا الدقيق. هنسيبه كده على النار لمدة دقيقتين لحد ما الدقيق بتاعنا يمتزج جدا، وفي نفس الوقت هنخلي الدقيق بتاعنا يستوي معانا زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. كده خلاص كان الدقيق بتاعنا امتزج جدا جدا وكمان قعد دقيقتين على النار. بعد كده هنحطه في العجان او اي مضرب كهرباء، بحيث ان ما يبقاش فيه اي سخونة خالص، يكون بارد تماما، نتأكد من الخطوة دي. وبعد كده هننزل ببيضة. انا هنا عندي 4 بيضات، هنزل ببيضة لحد ما تختفي خالص، وبعد كده هنزل بالبيضة اللي بعديها لحد ما اخلص كمية البيض اللي معايا كلها. ومع اخر بيضة نزلت بيها، نزلت بمعلقة كبيرة من الفانيليا، بس معلش تقريبا الكاميرا كانت فاصلة. تمام. وبعد كده هنا جبنا الكيس بتاع الحلواني ده زي ما انتوا شايفين، ونزلت فيه بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض. بس هنا انا مش مستخدمة اي شكل خالص في كيس الحلواني، يعني انا هوريكم الشكل العادي خالص اللي هو المدور، بس مش عايزة فيه اي شكل. وهنا جبنا الصاجة بتاعتنا، حطيت عليها معلقة من الزبدة كده دهنتها بيها، وبعدين حطيت ورقة الزبدة بحيث ان هي ورقة الزبدة تكون ماسكة فيها، ونزلت بنفس الطريقة اللي انا بوريها لكم. انا بضغط كده عليها زي ما انتوا شايفين، وفي الاخر بروح لفه بايدي نفس الطريقه. الاول بفضل اضغط لحد ما تبقى تخينه من تحت، وبعد كده الف ايدي. وبعد كده هنجيب معلقه كده ظهرها يكون ميه، هنبتدي ان احنا نساوي بيها لو في اي بوز طالع كده من فوق قوي، هنبتدي ان احنا نسويه بالمعلقه ده. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره، اول 10 دقايق هندخلها على درجه حراره 220، وبعد كده هنقلل درجه الحراره لحد 160. هتاخد معانا تلت ساعه، يعني هي اجمالي الوقت اللي هتاخده معانا نص ساعه. نعمل بقى مع بعض الحشوة اللي احنا هنشتغل بيها. هنجيب 1.5 كوباية من كريمة الخفق، عليها 50 جرام من السكر، ومعلقة صغيرة كمان عليهم من الفانيليا، ونضربهم حلو قوي لحد ما نوصل للقوام ده اللي احنا محتاجينه. وهنا كمان خلاص البروفيترول بتاعنا الجامد ده طلع بجد، كان تحفة. شايفين شكله في الصينية عامل ازاي؟ بجد من الحاجات الحلوة قوي ومختلف، وكمان هش بطريقه حلوه قوي. شايفين انا لما قطعته بالسكينه، هو ده بيكون نظام، بيكون من جوه كده مفرغ من جوه، ان احنا نملاه بقى بالحشو اللي احنا عايزينه، ونحط الفاكهه اللي انتوا حابينها. وطبعا في النهايه عشان هو اصلا العجينه بتاعته ما فيهاش سكر، في النهايه بنرش عليه شويه سكر بودر كده من فوق. بجد تحفه جدا جدا لو في مناسبه اعياد ميلاد، من الحاجات الحلوه قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات طلع عامل ايه معاكم. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني فيديوهات جايه كتير، وصفات جايه اكتر. باي باي.